السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد معكم محمد من لعبة روبلوكس. في فيديو النهارده غير عادي، انا هنصب على العيال بالراكون اللي معايا، بس مش نصب عادي. انا هنصب وارجع لهم الحاجة بعد النصب، وممكن احتمال ان انا اديله هدية. اي هدية بقى، يعني مثلا حيوان نادر، حيوان مش نادر، اي حاجة على حسب ان هو وفير. وده الراكون اللي استخدم بيه عملية النصب. وطبعا الراكون ده مش بتاعي، لان انا اصلا على ما اجيب راكون قدامها فيها سنة سنتين. الراجون ده بتاع صاحبي وانا مستلفه منه، هو والكتسون الازرق والدراجون فلاي. وقبل ما نبدا ما تنساش تدوس زر اللايك وتدوس زر الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نبدا. معانا اول ضحيه تقريبا عامل نفسه مبتدئ، فانا ايه بقى هعمل نفسي لان اول مره العب اللعبه، بس ايه بقالي مثلا يومين. وطبعا اللي على اليمين ده صاحبي سالم، هيشارك معانا بقى في خطه النصب دي، ويا رب يفهمني وانا افهمه عشان كده ما نتكشفش. طبعا الشخص اللي قدامنا ده رافض فكره ان انا اديله الاول الراكون، هو يديني اي بيت بقى هو معايا، انا ما اعرفش هو يديني ايه اصلا. بيحاول يضحك عليا، فانا ايه بقى هنصب عليه واخلي صاحبي يديني ملكه النحل دي. اقول له يا ده كبيره واعمل نفسي عبيط ولا كاني بفهم في اللعبه. هو اول ما يديني ملكه النحو وانا اديله الراكون، بس كده خلاص هيقول لي ايه بقى. فهو هيروح يقول لي ايه بقى ممكن نبدل، لان انا مجرب الناس دي كتير قوي. طبعا صاحبي قال لي تبدل ملكه النحو بالراكون، قلت له ماشي حبيب قلبي، فهمني والله. وانا فهمته، قلت له ماشي يلا يا حبيبي. او بيقول لي اهو عامل نفسه ان هو ولا صاحبي ولا يعرفني. شوف التاني عايز يديني ايه، ستارفيش يا ابن النصابه. فهمت ان هو هيكون الاول ويديني ملكه النحو وانا اديله الراكون، ويا رب يوافق ويا رب يفهمني. هل هتفهمني؟ قال لي ايه؟ احلف انك ما هتنصب. يا عم خلص، هي وقت اشكال، خلص انا وسيط بقى. لا يا حبيبي، وسيط ايه؟ انت هتاخد ده، انت قبل ما تاخد الراكون هتاخد ملكة النحو وتخلع. خلص يلا يا سالم، هات ام الملكة، يخرب بيتك هتاخد وقت. طبعا هنا بقى هو اداني النحلة اهوت. يا جدع هو يا جدعان ميجا كوين، نحلة ضخمة عليها تطورة تقريبا، والله ما اعرف عليها تطورة ولا لا. ايوه اعطيتك، خد بقى الراكون اهو، يا رب تفهمني. ايوه بس كده، لا انا اديته ملك، لو على غبائي. خلاص صاحبي اهو اداني النحله. اكيد بقى كل الناس اللي في السيرفر ده كله هيجروا على صاحبي يقولوا لي تبدل الراكون تبدل الراكون. اهو انا خدت النحله وهو خد الراكون. الشخص اللي معرفش اسمه ده بيحاول يقنعني ان هو ياخد مني النحله مقابل، تخيلوا بقى اسمعوا كده بس كده، مقابل الفاكهه ما تجاوزش المليار. المليار اصلا الثعلب بيتباع بتريليون، انت بتحاول تقنعني ان انت هتاخد الملكه مقابل مليار؟ يا ابني انت غبي يا ابني. عمال بيحاول يقنعني ان الفاكهه اللي معاه ديت اللي هي المشروم بفوق المليار تقريبا، فهو يديها لي وانا اخد الملكه. فانا هنا بقول له ايه، استنى اشوف سعرها بقى. جبت النضاره اهيت، شوف بقى سعرها 8 مليون. عايز يبيع لي ملكه بسعرها فوق ال 2 تريليون ب 8 مليون. والله العظيم في ناس ما بتفهمش، بتحاول تنصب وخلاص، وعارف لو انا اديت له الملكه والله هيخرج مش هيديني الفاكهه اصلا. قلت له ان انا هاخد الجراده ديت، هيوافق. اه قال لي ماشي موافق. بحاول برضه اقنعه ان انا برضه ما فهمش في اللعبه عشان يصدق. بس يا جدعان انتبهوا يا جدعان، والله العظيم في ناس كتير قوي بتنصب. ايوه هي دي اللي انا عايزها، هاتها يلا بقى الاول، هشوف هيثق فيا ولا لا. في حالات سرقه كتير قوي، زي مثلا اللي هو مثلا بيقول لك والله العظيم ما هسرق، ويقسم ويحلف وينعن ويعمل كل حاجه في الدنيا خليك تصدق ان هو مش هيسرق، واول ما انتوا تديله الحيوان انسى تشوفه تاني. في حاجه كمان، صاحبنا اللي قدامنا ده بيقول لنا اجيب لك وسيط عشان تصدق. قلت له لا، الوسيط ده برضه بيسرق. وعلى فكره ممكن في حاجه كمان، ان هو ممكن يجيب يدخل حسابه التاني عشان ياخد منك الراكون ويخرج. يعني برضه تتاكد ان في حسابين، حساب الاصل اللي هو بيكلمك منه، والحساب التاني اللي هو ممكن يسرقك منه. وبعد محاولات كتيرة اقنعته ان صاحبي ده وسيط، وان هو يثق فيه، وانا اديته ملكة النحل وهو لازم دلوقتي يديله الجراد عشان نبدل. بس انا طبعا هنصب، بس مش هنصب اللي في بالكم يا جدعان، ما انا هرجعله الجرادة وعليها هدية كمان والله. خلاص اقنعناه ان هو يدينا الجرادة واحنا نديله ملكة النحل، بس طبعا انا مش هديله ملكة النحل. يا ابني خلص وقت، ايوه بس الجرادة اهي، اديها له، يا رب يثق فينا. ايوه بس كده خلاص اديها له يا جدعان. ايوه صاحبي هيديها له اهو، بس كده نصبنا عليه واخدنا الجرادة. بس طبعا هرجع له، همزح معاه شوية كده اهو، يلا سلام. هو ايه ده، هو بيقول ايه؟ يا لهوي يا جدعان نصبنا عليه، يا لهوي اه. لا يا جدعان لا يا جدعان، عشان ما يخرجش وما نظلمش انا في الاخر. بمزح بمزح يا عم، خلاص خلاص يا عم خلاص ما تزعلش، خدها اهي. خلاص بديله الجرادة اهو، يلا اتفضل. هل هياخدها ولا لا، ولا هيقول لي هات النحلة؟ ابي النحلة ايه يا ابني؟ ازاي طيب النحلة ازاي
مقابل الجراده اللي ممكن تلاقيها بالصندوق ده. يا ابني انا معايا بينها اتنين اصلا. وهنا انا كنت بتكلم على الجراده عشان انا اصلا معيش نحل. كده الخطه معانا نجحت، ونجحت بجداره، بس بتاخد وقت كبير قوي. وطبعا قبل ما ننتقل على الشخص التالي انا لازم اديله هديه، بس عشان هو طول معايا قوي وقعد يتعبني ويقول لك وسيط وما اعرفش ايه وكان هينصب عليا، فانا هديله اي حاجه. على فكره صاحبي اصر ان هو يديله الديناصور الازرق ده اللي هو بيدي تطويره. هو مش قوي قوي بس هو قلت له موافق يلا. بس انا كنت رافض شويه لان انا اصلا كنت بحتاج الديناصور ده على الفواكه القويه. اصلا الديناصور فيه احتمال منه ان هو يعطي تطويره التويستد. خلاص ادوله الديناصور اهوت عشان سالم غني فيقدر يجيب راكون ويقدر يجيب اي حاجه هو نفسه فيها. غني يا جدعان معاه فلوس. تاني ضحيه معانا هو قال انا هديك التريكس ده مقابل الراكون. طبعا انا اقنعته ان انا لسه مبتدئ في اللعبه وما بقاليش كتير، بقالي يومين بالظبط تقريبا، بس برضو شكل الراجل ده مش سهل خالص. فقلت له انا محتاج الاخطبوط، مش عايز انا تريكس دلوقتي لان انا معيش فواكه اصلا نادره ولا معايا اي حاجه دلوقتي خالص. كام واحد؟ ممكن 3 على فكره. ايه ده وافق والله العظيم ما اعرف ان هو ممكن يوافق. بس انا بقى ايه بقى هعمل حركه صايعه قوي. هقول له هو الاخطبوط نادر عشان ايه يفهم ان انا اصلا ما فهمش في اللعبه ولا اعرف فيها اي حاجه. 200% هيجي يقول لي ان الاخطبوط نادر وصعب قوي ان انت تلاقيه زي ما انا قلت بالظبط. بيقول لي ايه نادر مره. قلت له ايه بقى؟ ايه ده بجد هو الاخطبوط نادر؟ عشان بقى افهمه ان انا ما بفهمش في اللعبه قلت له ايه بيعمل ايه الاخطبوط. برضو نفس الشخص اللي فات بيحاول يقنعني ان هو مش هيسرقني، بس اكيد طبعا هيسرقني. نفس نسخة اي شخص بيحاول يسرقك او يحاول معاك يعمل معاك تقايض. يقول لك هات انت الاول وفي الاخر يديك يسرقك يا ما يسرقكش انت ما تعرفش. بيقول لي انا هات وسيط، وانا اكيد طبعا قلت له ايه لا الوسيط مش هينفع لان ممكن يدخل حساب التاني زي ما انا قلت في الاول. هنا انا عايز افهمه ان الراكون ده اصلا مش انا اللي جبته، ده صاحبي هو اللي اداهولي. يب اكتشف ان انا هسرقه. بس والله العظيم يا جدعان ما بسرق يا جدعان، والله اصلا السرقه دي حرام. بعتذر من كل شخص انا سرقته لان بصراحه والله كان عندي مشكله في النت وكنت بقفل على طول. وكنت مثلا لو هو اداني الحيوان بتلاقيني بخرج اجي اخش ما لاقوش عندي. قبل ما اخلص التقايد بلاقيني بخرج لوحدي. والله خدت كميه شتايم من الواد ده انا ما اعرفش انا مكمل ليه. بحاول اخد منه اي حاجه بس والله العظيم يا ابني هديك هديه والله. فانا لازم اخفي الكلام ده معلش عشان ما اخدش بان اصلا، وانا مش عايز اخد بان لان انا لسه بادئ. فانا هقول لكم الكلام اللي هو بيقوله ما عدا الشتايم بس. بيقول لي واضح ان انت نصاب. يا ابني نصاب ايه يا ابني؟ هو انت شفتني؟ هو انت تعرفني اصلا؟ ده والله العظيم اول مره يشوفني. والله العظيم ولا اعرف ولا اعرفه ولا هو يعرفني ولا انا اعرف اسمه ولا هو يعرف اسمي. عمال شغال شتايم والموضوع زاد عن حد قوي فانا هضطر ابلغ عنه. لازم اختار الكلمه اللي هو شتمني فيها. بس هو جدعان شتم كتير فانا هختار اسوأ كلمه هو شتمني فيها عشان يبلع بان. اضطر اوريكم الكلمه ديت لمده ثانيه واحده عشان تصدقوني. عايزين تشوفوا الشتيمه 3 2 اضطر ارجع الرغفه تاني عشان ما اخدش بان. اسم الشخص تحت اهوت، فلو حد قابله في اي سيرفر او حد يتعامل معاه تاني لانه انا حاسس ان هو نصاب. وتالت ضحيه معانا سالته نفس كل الاسئله اللي سالتها اللي قبله وبرضه كان هو الرد بتاعه يب هو نادر. بس انا خدت حته شتايم برضو من اللي قبله. على فكره انا ما صورتش الناس كلها لان في ناس شتمتني اول ما انا دخلت. قلت لهم في الركول قال لي انت نصاب على طول في وشي كده زي ما انا توقعت. قال لي تسوي تريد قلت له ماشي. بس انا طبعا بعمل نفسي عبيط واقول له اي حاجه جميله عندك انا هاخدها. يا جماعه قال لي انا هديك الكرتون الازرق بس انت اول. قلت له لا والله ما ينفع. بس والله يا جدعان انا انصب ولا لا في الكرتون الازرق ده نادر. انا اصلا ما عنديش حيوانات نادره كلهم اصلا بتوع صاحبي فانا مسلف منه اصلا عشان اعمل الفيديو ده. يا جماعه انا شاورت عقلي وقلت لا بلاش انصب. انا هضحك عليه بس وخلاص وهديهوله في الاخر. 2000 years later. اخيرا هيديني الكرسوني. ايوه هاي ايوه بس كده خدته. يلا حبيب قلبي سلام. ده لسه مصدق نفسي ان انا هديله الراكون. يا لهوي يا جدعان والله النصبايه جامده. بس طبعا انا مش حرامي فانا هقول له انا جاي بهزر معاك. خلاص اديته الكتسوني وداعا يا كتسوني. والله كان نفسي والله في كتسوني ازرق او كتسوني احمر اي حاجه من الاتنين دول انا موافق. صمم ان هو ياخد الراكون مقابل الاخطبوطين تقريبا وواحد كتسوني. فانا طبعا مش هديله الراكون لان هو مش بتاعي فانا هديله الوحش ده هديه مني. اي نعم هو مش نادر قوي بس انا لازم اديله لانه ما زهقنيش ولا تعبني وقال لي موافق على طول ما خدش وقت كبير قوي.
عجبته الهديه يا جدعان. معرفش هو البيت ده نادر اصلا، انا جبت منه 3 تقريبا، اديته واحد يبقى معايا 2. والحيوان ده نادر، اكتبولي في الكومنتات. ويا جماعه قبل ما اقفل الفيديو ده انتبهوا والله، انا بحذركم، خلي بالكم من النصابين. هو خلاص التريد قرب يفتح، بس خلي بالكم من النصابين. طبعا كده خلص معانا فيديو النهارده، ما تنساش تدوس اللايك وتدوس الاشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا سلام.